ممكن تكون ضايع منك فرصة كبيرة جدًا وأنت مش قادر تستغل الفرصة دي. أنا عندي معرفة وخبرة بسيطة في إنشاء الحملات الترويجية على فيسبوك وإنستجرام، وكنت عايز آخد مجال الميديا باينج كارير. هل الميتا أدز لوحدها كافية والّا محتاج باقي المنصات السوشيال ميديا؟ زائد محتاج آخد تدريب فترة قبل ما أبدأ شغل، تنصحني بإيه عشان الطاقة تدريب وشغل إن شاء الله. لمّا نيجي نتكلم عن الناس اللي هم عندهم خبرة في platforms معينة، فهنقول إن ده مش وحش وفي نفس الوقت هنقول إن ده مش حلو. في بعض الشركات بتكون شغالة على platform معينة لإن بالفعل العملا بتوعها بيكونوا شغالين أو موجودين على الplatform دي بس، فبالتالي لو أنت شغال ميتا بس أو شغال جوجل بس أو شغال أيًا كان الplatform دي، تلاقي مجالات محتاجين الplatform دي بعينها عن غيرها، ولكن ده مش بيكون أحسن حاجة إنك ممكن تعملها. دايمًا أنا بافضّل أي حد بيشتغل في مجال الmedia buying أو أي حد حابب يتمكن من المجال ده، إن أنت قدر الإمكان تكون قادر تلم كل البلاتفورم وتكون اشتغلت عليهم كلهم وتكون اكتسبت خبرة فيها كلهم، لأن مش منطقي إن أنا عشان أروح لمجال أقيد نفسي وأقول إن أنا شغال على بلاتفورم معينة ومش هاعرف أشتغل على بلاتفورم تانية، لأن في بعض الحالات ممكن تكون ضايع منك فرصة كبيرة جدًا على بلاتفورم تانية وأنت مش قادر تستغل الفرصة دي لأن أنت مش عندك خبرة على البلاتفورم دي. فبالتالي أنت محتاج تدرس باقي المنصات ومحتاج لو أمكن إنك تنزل تدريب في أحد الشركات وتتعامل مع مشاريع فعلية تخص الموضوع ده عشان تجرب في إيدك وعشان تزداد خبرة وعشان تقدر تلم كل البلاتفورم بالكامل معاك. طبعًا الإجابة مش حرفية ومش شاملة لكل الناس، لأن بجد أنا أعرف ناس بيشتغلوا جوجل أدز بس وما شاء الله في مستوى عالي جدًا، ولكن أنا باقول الأفضل من وجهة نظري إن أنت تكون لامم الحاجات دي كلها قدر المستطاع. ولو عندك أي سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لأكتر من 15,000 عضو على Advanced Digital Marketing Community.